لو انت بتعاني انك تفعل حساب جوجل بيزنس بروفايل بتاعك بطريقة الفيديو، ما تقلقش، خليني اقولك ان انت مش لوحدك. وصلنا استفسارات كتيرة الفترة اللي فاتت بعد لما عملنا فيديو بشرح فيه طريقة انشاء جوجل بيزنس بروفايل او موقع تجاري على جوجل زي ما اخواتنا في السعودية بيسموه كده. والشكوى كانت شبه ثابتة ان في صعوبة في عملية التحقق بالفيديو. لو ده اللي بيحصل معاك كمل الفيديو للآخر وان شاء الله نلاقي حلول مع بعض. في الفيديو ده هشرح لك أسرع وأسهل طريقة تقدر تفعل بيها حساب جوجل بيزنس بروفايل عن طريق الفيديو فيريفيكيشن أو التفعيل عن طريق الفيديو، سواء البيزنس بتاعك ليه مكان فعلي زي مكتب أو محل، أو بيقدم خدمات زي أنت مثلا بتروح للعميل أنت بتقدم خدمة تنظيف حمامات سباحة أو صيانة تكييفات أو كده، يعني أنت بتروح للعميل المكان بتاعه أو بيته، يعني العميل مش بيجي لك المحل أو المقر بتاعك. فبنهاية الفيديو ده إن شاء الله هتكون عارف بالظبط تعمل إيه خطوة بخطوة، وكمان هقولك على أكتر المشاكل الشائعة اللي ممكن تقابلك وإزاي تحلها، وكمان شوية نصايح مش موجودة في جوجل لكن وصلتنا من عملاء نجحوا في موضوع التأكيد بالفيديو. قبل ما تبدأ التصوير في شوية حاجات لازم تبقى عارفها عشان العملية تكون سهلة وتمشي بسرعة. أول حاجة إن الفيديو لازم يكون متواصل، يعني يتصور كله مرة واحدة من غير ما توقف وتكمل وبعدين تبقى ترفعه بعدين، لا لازم تصور عملية التصوير تتم في مرة واحدة أو تتم من أول ما تدوس تسجيل لغاية لما تدوس إيقاف وبعد كده تعمل رفع، كل ده لازم يتم في خطوة واحدة. تاني نقطة مدة الفيديو. مدة الفيديو بينصح إنها تكون على الأقل 30 ثانية وما ينفعش تزيد عن 5 دقايق، لكن الأفضل والتجارب بتاعة العملاء إن هو يكون فوق ال 30 ثانية وأقل من دقيقة. الجزئية الثالثة ممنوع تظهر معلومات حساسة زي أرقام حسابات بنوك أو بطاقات شخصية أو وشوش ناس تانية، لو عملت كده غالبا الفيديو هيتلغي. الجزئية الرابعة اللي هي شروط التفعيل، لازم العنوان اللي في الفيديو يطابق العنوان بتاعك اللي في حسابك على جوجل بيزنس بروفايل، العنوان اللي انت كتبته وانت بتعمل جوجل بيزنس بروفايل في الاول، وبعدين اسم ونشاط البيزنس لازم يكونوا مطابقين للي انت كتبته في البروفايل ده. والنقطة الثالثة ان انت فعلا لازم تكون ممثل للبيزنس اللي انت بتعمل له فيريفيكيشن. خطط الفيديو بتاعك على الاساس ده عشان العملية تمشي بسلاسة وتضمن بنسبة كبيرة ان الحساب يتفعل ان شاء الله. الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه على تفعيل الحسابات للفروع والمحلات، واسهل طريقه لموضوع التفعيل ده هي بتكون من الموبايل. فاحنا هنفتح google.com ونتاكد ان احنا داخلين بنفس الايميل المرتبط بحساب جوجل، بعدين نروح على googlebusiness.com هندوس هنا كده على start now، فهنا كده بيجيب لي اختيار ان انا اعمل بيزنس جديد، لكن انا هدوس على اللي هي النقاط ديت واختار بيزنس. فهيظهر معايا بالشكل ده كده، وبعدين هنلاقي رسالة بتقول إن العملاء مش شايفين بيانات البيزنس بتاعك لأن طبعا البيزنس ده مش محصلوش تفعيل. فهندوس على get verified أو التأكيد يعني. أنا هنا في الحالة دي عشان لو أنتوا فاكرين كنا احنا كتبنا أو عملنا حساب جوجل بيزنس بروفايل في الفيديو القديم، إن احنا اخترنا إن اسم البيزنس تربو لصيانة السيارات، فهو أنا في أسماء مشابهة فهو بيقترح عليا هل البيزنس ده اللي أنت تقصده، فأنا هنا هقول لأ none of these وبعدين أدوس على confirm، وبعدين هيقول لي هنا كده انت عايز تأكد عن طريق الفيديو. لو دوسنا هنا على more options او اختيارات اخرى فمش هنلاقي غير التأكيد بالفيديو، هندوس على next. فهو في الشاشة دي هيكون مطلوب مننا 3 حاجات يكونوا ظاهرين في الفيديو اللي احنا هنصوره. فبالنسبة للموقع احنا ممكن نبدأ من الشارع اللي هو فيه البيزنس بتاعك او النشاط بتاعك، ويفضل ان الشارع ده يكون فيه اسم الشارع او رقم الشارع ورقم المبنى اللي هو فيه المبنى اللي فيه النشاط بتاعك وفيه البيزنس بتاعك، وبرضه لو في معلم معروف كده في المكان زي مستشفى او مدرسة، مركز للشرطة، حاجات زي كده، فبرضه تروح تصور كده بسرعة على تاخد لقطة من المكان المشهور ده، وبعد كده تاخد لقطة لاسم الشارع ورقم المبنى، وبعد كده تاخد لقطة للبيزنس بتاعك. اهم حاجة ان انت تتأكد ان اليافطة اللي مكتوب عليها اسم النشاط بتاعك هو الاسم اللي انت اخترته بالظبط وانت بتعمل جوجل بيزنس بروفايل. بعد كده بتصور جولة جوه المحل او المعدات اللي انت بتستخدمها في شغلك، ولو المحل جوه مبنى كبير ومفيش يافطة موجودة بره تقدر تصور، لو هو المبنى بتاعك او المحل بتاعك موجود في مول تقدر تصور الممر اللي موجود فيه مجموعة المحلات دي، وبعد كده تاخد لقطة للاسم الاسم البيزنس بتاعك او اليافطة المكتوب عليها اسم البيزنس. النقطة اللي بعد كده المطلوبة في الفيديو ان انت تثبت ان انت ليك صلاحية ان انت تدخل المكان ده او ان انت صاحب المكان ده. ففي الحالة دي تقدر ببساطة ان انت تصور نفسك وانت بتفتح الباب بتاع المحل او مكان الشغل بتاعك بمفتاح او بكود فتحي يعني للمكان، او ان انت بتفتح الكاشير الماكينة اللي هي اللي بتاخد منها الكاش وبتحاسب منها العملاء،
او ان انت بتدخل مكان يكون خاص بالعاملين زي المخزن او مكتب او غرفة اجتماعات، يعني حاجة زي كده تثبت ان انت ليك صلاحية ان انت تقدر تدخل المكان بتاع الشغل ده او مكان الشغل ده يخصك انت. خلاص احنا لازم نتأكد ان كل الشروط ديت موجودة، فهنا هندوس على نيكست. بعد كده بنعمل تصوير. انا طبعا هنا بصور بس كده الشاشة اللي انا شغال عليها، لكن انت هتكون صورت الفيديو بالشروط اللي احنا اتفقنا عليها، ان هو ما يزيدش الفيديو، لازم يكون لقطة واحدة ويكون تصوير واحد، وما يزيدش عن ما يقلش عن 30 ثانية، وما يزيدش عن هم بيقولوا دقيقتين، بس هو يعني ينصح ان هو يبقى فوق ال 30 ثانية وتحت الدقيقة. وبعد كده بعد ما بتخلص بتدوس على ايقاف كده، وبعدين تمام حسيت ان الفيديو تمام بتدوس على ابلود، وخلاص كده عملية التفعيل بتكون تمت. النتيجة عادة بتاخد حوالي 5 أيام عمل وأحيانا أسبوع، وهيوصلك إيميل إن شاء الله من جوجل أول لما الحساب يدفع. الجزء الثالث في الفيديو اللي هو التفعيل خدمات المنازل أو السيرفيس اريا بيزنسز. يعني في الحالة دي أنت مش عندك محل، أنت بتروح للعملاء عشان تعمل الشغل بتاعك هناك في البيت عندهم، زي ما اتفقنا. الناس اللي بيشتغلوا في الصيانة، اللي بيشتغلوا في صيانة التكييفات أو تنظيف حمامات السباحة أو الأعمال اللي زي كده، إن أنت ما عندكش محل، لكن أنت بتروح تخدم العملاء بتوعك في بيوتهم أو في الأماكن الخاصة بيهم. في الحالة دي الطريقة بتكون مشابهة جدا، بس فيه شوية اختلافات بسيطة. هتكون نفس الخطوات برضو. هتروح على جوجل دوت كوم، وبعد كده تتأكد ان انت مسجل بالايميل المرتبط بالحساب، وبعد كده تروح على business.google.com، وبعدين تدوس على get verified. هتلاقي برضو الزرار اللي هو بتاع فيديو فيريفيكيشن او التأكيد عن طريق الفيديو، وهيكون هو الخيار الوحيد، فهتدوس next. في الحالة دي انت هيكون مطلوب منك ان انت تثبت ان انت بتشتغل او بتخدم العملاء اللي في المنطقة دي. فانت في الحالة دي هتصور اليافطة بتاعت شارع او محل قريب من عنوانك اللي انت مسجل بيه في جوجل بيزنس بروفايل، حتى لو العنوان ده هو عنوان بيتك، مش لازم يكون مكتب يعني. فانت هتظهر رقم البيت او رقم او اسم الشارع، او رقم البيت واسم الشارع لو الاتنين موجودين. في برضه حاجة كويسة بتفيد يعني في الموضوع ده، لو انت عندك عربية اللي هي الفان ديت وعليها لوجو اسم الشركة بتاعتك، يعني العمال بيستخدموها عشان يروحوا يقدموا الخدمة للعملاء، لو عليها اللوجو بتاع شركتك صورها. لو برضو انت عندك العملاء بيلبسوا زي موحد يونيفورم، يعني عليه لوجو او اسم الشركة، تقدر تصور برضو الزي الموحد ده، لكن ما تظهرش وجه العمال بتوعك. ولو انت بتشتغل من البيت، ما انتش مش بتشتغل من مكتب، يعني انت عندك بتدير الشغل بتاعك من مكتب، المكتب ده موجود في البيت، تقدر تصور المكتب ده كده ايه صورة كده برضو سريعة او لقطة كده سريعة تظهر اللابتوب اللي انت بتشتغل منه، او لو في برامج معينة انت بتستخدمها زي الفوتوشوب او زي برنامج حسابات، تقدر برضو تظهر ده جوه التصوير. ولو عندك مستندات رسمية باسم الشركة زي رخصة أو ورق تسجيل أو بطاقة ضريبية، بس المهم ما يكونش فيها أي بيانات حساسة، ما يكونش فيها لو تحويل بنكي أو بيانات بنكية أو أنت استلمت فلوس من عميل، يفضل إن أنت ما تظهرش الحاجات دي خالص. برضو زي ما اتفقنا إن الفيديو المفروض ما يزيدش عن دقيقتين، وقلنا برضو هو فوق ال 30 ثانية وتحت الدقيقة، ده أفضل نتائج ظهرت في الحالة ديت. وبرضو بتعمل أبلود بعد ما تخلص التصوير. هتستنى برضو من 5 ل7 أيام، وإن شاء الله يجيلك إيميل من جوجل إن التفعيل تم. الجزء الرابع من الفيديو هو المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت بتعمل عملية التفعيل بالفيديو. أول المشاكل ديت إن الرفع بتاع الفيديو مش بيكتمل. الأسباب اللي ممكن تكون بتخلي المشكلة ديت تظهر هي إن الفيديو ممكن يكون مدته طويلة، وزي ما اتفقنا يفضل إن هو يكون أكتر من 30 ثانية وأقل من دقيقة. ممكن المشكلة التانية إن يكون مشكلة في الإنترنت، يعني الإنترنت فيه مشكلة، الاتصال مش كويس، فتأكد إن الإنترنت اللي موجود على التليفون يكون إنترنت ثابت، وأنت بتصور من تليفون فيه إنترنت ثابت. وأحيانا هي مشكلة نادرة شوية، لكن أحيانا بيكون المشكلة في الموبايل نفسه، يعني أنت بتعمل كل حاجة مظبوط والاتصال بتاع الإنترنت ثابت، لكن الموبايل فيه مشكلة. ففي الحالة دي يفضل، أو يعني خلينا نجرب بتليفون تاني، فممكن الموضوع يظبط إن شاء الله. المشكلة اللي بعد كده اللي ممكن بتظهر اللي هو تم رفض الفيديو. فالحالات اللي بتخلي ان الفيديو بيتم رفضه ان يكون فيه محتوى حساس، زي ما قلنا ان فيه ارقام حسابات او فيه ارقام تحويلات، فيه حاجات تخص الفلوس، او يظهر فيه وجوه اشخاص. ففي الحقيقة دي مثلا مشكلة. المشكلة التانية ان التصوير لم يراعي الشروط اللي تم ذكرها، اللي احنا قلنا ان انت شكل التصوير لازم يكون التصوير الفيديو متاخد على زي ما بيقولوا شوط واحد، ما انت ظهرت فيه او اثبتت فيه ان انت البيزنس بتاعك موجود في الشارع الفلاني في العنوان الفلاني، صورت بيزنس او صورت اماكن مشهوره في العنوان اللي انت بتقول ان انت موجود في البيزنس بتاعك. فممكن تكون انت ما راعيتش النقطه دي، فبرضه الفيديو يتم رفضه بسبب حاجه زي كده.
ففي الحالة دي ان انت بتعمل تصوير جديد او بتصور فيديو من جديد، ولازم تراعي فيه الشروط اللي احنا اتفقنا عليها، والفيديو يكون واضح بشكل افضل من التصوير السابق يعني، ويكون اقصر، ان هو نلتزم بالمدة اللي احنا اتفقنا عليها. المشكلة الأخيرة اللي ممكن تظهر، وغالبا دي أرخم مشكلة ممكن تظهر، اللي هي إن الفيديو بيكون متوقف، أنت بتعمل له أبلود بيكون متوقف عند كلمة معلق أو جار المعالجة اللي هي بيندنج أو بروسيسنج. وفي الحالة دي للأسف مفيش حاجة نقدر نعملها، والحل الوحيد في الحالة دي إن أنت تتواصل مع الدعم الفني بتاع جوجل وتشرح لهم اللي حصل. ده غالبا بيكون الحل الوحيد في المشكلة دي. الجزء الأخير معنا في الفيديو هو شوية نصايح هي مش موجودة في جوجل، ولا جوجل كاتبها بشكل صريح يعني، لكن من التجارب مع العملاء ومن تجارب ناس تانية جربوا شوية حاجات كده وهم بيعملوا التفعيل بالفيديو لجوجل بيزنس بروفايل ونجحت إن شاء الله. فأول نصيحة إن أنت بتستخدم حساب جيميل قديم ومش جديد. يعني لو أنت عندك حساب موجود على التليفون أو حساب جيميل أو جوجل بتستخدمه لأي شكل، والحساب ده قديم ويفضل يكون مفعل إن أنت تكون رابطه برقم تليفون، فده يكون كويس جدا ان انت وانت بتعمل اصلا جوجل بيزنس بروفايل من الاول ان انت تستخدم الحساب القديم ده. لان الحسابات الجديده دايما لما بتعمل حساب جديد، حتى لو بتعمل حساب اعلاني في منصه اعلانيه وبعدين تعمل حساب وتدخل على طول تعمل اعلان، او انت تعمل حساب جيميل وتدخل على طول تعمل بيه جوجل بيزنس بروفايل، ده يعني زي ما بيقولوا بيظهر ريد فلاكس كده عند جوجل، فبيخلي الموضوع ممكن يعمل مشاكل كده في موضوع التفعيل. فالحساب القديم دايما يكون افضل يعني. برضه يفضل ان يكون موجود ويب سايت وبريد الكتروني احترافي، يعني يكون عندك موقع الكتروني بيتكلم عن البيزنس بتاعك، وطبعا ده بتحطه في جوجل بيزنس بروفايل وانت بتنشئ البروفايل من الاول، ويكون في عندك بريد الكتروني. ويفضل برضه ان انت تعمل خطوة تفعيل البريد الالكتروني وانت بتنشئ حساب جوجل بيزنس بروفايل. ده برضه بيزود المصداقية بتاعة الحساب وبيديله يعني نقط زيادة ان جوجل يقبل الحساب ده ويعمل له تفعيل. ونصيحة تالتة دي برضو حد جربها وكان نصح بيها، يعني ان انت حساب جوجل اللي انت مستخدمه عشان تسجل بيه في جوجل بيزنس بروفايل، ان انت تسجل بيه في جوجل اناليتكس اللي هي تحليلات جوجل وجوجل تاج مانجر، وبعد كده تربط الاناليتكس وجوجل مانجر ده في نفس الويب سايت او الموقع الالكتروني اللي انت حاطط بياناته في جوجل بيزنس بروفايل. يعني هو الموضوع ان انت شوية خيوط كده بتجمعها ببعضها عشان تثبت لجوجل ان انت راجل مهتم بشغلك وعايز تكبر البيزنس بتاعك، وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تظهر قدامه بشكل احترافي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، وإن شاء الله لو في أي أسئلة تواصلوا معانا كده في الرابط اللي احنا هنسيبه في وصف الفيديو، ونراكم على خير. السلام عليكم.